السلام عليكم اخواتي وحبايبي، اهلا بيكم، نورتوني. يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة هنعمل مع بعض القلقاس بالصلصة بطريقة سهلة وبسيطة جدا. طبعا ناس كتيرة قوي متعودة تعمله بالسلق، فاحنا قلنا نغير ونعمله النهاردة بالصلصة زي الخضار كده، وهتشوفي طريقته عاملة ازاي. انتي هتجيبي القلقاس وهتقشريه. بعد كده هتبدأي تقطعيه. طبعا لازم سكينة كبيرة وتبدأي بقى تقطعي كده حلقات مدورة الاول. في ناس كتير مخزنة القلقاس في الفريزر علشان وقت ما تحب تعمله تطلعه وتجهزه. بعد كده هنعملها صوابع بالطول، وخلي بالك وانتي بتقطعي القلقاس يكون المقاس بتاعه كله متساوي زي بعض علشان يطلع في السوا بتاعه برضو زي بعض. لو عملتي مكعبات كبيرة ومكعبات صغيرة هتلاقي فيه مستوي وفيه يعني لسه فيه كده نص سوا. حاولي على قد ما تقدري ايدك تبقى ثابته وتطلعي مقاس المكعبات قد بعض. هنقطع القلقاس كله. طبعا انت الكميه بتاعتك هتجيبي على قد العدد الاسره عايزه نص كيلو، عايزه كيلو، على حسب اسرتك انتي او يعني كم واحد هياكل منه. هقطع بقى القلقاس كله. هنيجي بقى نغسل القلقاس ده شويه دقيق، هنحط عليهم شعرة ملح، يعني معلقة من بتاعة الشاي او معلقة اكل عادي مفيش مشكلة. هتقلبي القلقاس في الملح والدقيق عشان تقفلي المسام بتاعته وانتي بتغسليه. ما يقعدش يطلع المادة اللي هي بتزحلق دي او المادة اللزجة بتاعته. خلصتيه ولفتيه كده، هتبداي بقى تغسليه بشوية مية سخنة وتصفيه. هنيجي بقى على البوتاجاز، هتجيبي بصلاية، هتحطي عليها المادة الدهنية بتاعتك، هتحطي بقى معلقة سمنة بلدي، زيت ذرة، زي ما انت عايز. هتبداي تشوحي البصلاية. انا مش هحمر البصلاية قوي يعني عشان في ناس كتير ما بتحبش الصلصة او التخديعة علشان بتتعب منها، فاحنا يعني هنعملها بين البنين. تشوحي البصلاية. بعد كده بصي البصلاية دوب لونت، هي ما احمرتش. طبعا انت غسلتي القلقاس وصفتيه، هتبداي بقى تشوحي القلقاس معاكي مع البصلايه بتاعتك. الطريقه دي بتدي طعم جميل جدا للقلقاس، وبتخلي طعمه مميز عن اي خضار. قلبيه بقى وشوحيه. شوفي البصلايه وهي ولا نيه ولا مستويه، يعني انت يا دوب لونت معاكي كده ما احمرتش. هتشوحي بقى القلقاس شويه. هتكوني مجهزة عصير الطماطم بتاعك، هتضربيها في الخلاط، تغسليها وتضربيها في الخلاط كويس. بعد كده هتبداي تصبي عليه الطماطم، وكمان ممكن تحطي معلقة صلصة جاهزة مع الطماطم علشان تديها اللون الاحمر بتاعها. هتوطي عليها النار لغاية ما الطماطم دي تبدأ تتسبك. طبعا وهي بتتسبك معاكي بتسوي القلقاس، يعني بتخلي القلقاس كمان يستوي، فبعد كده ما ياخدش وقت كتير معاكي. طبعا هي لونها فاتح لسه، بس دلوقتي معلقة الصلصة اللي معاها دي وهي بتتسبك لونها هيغمق. هتحطي بقى البهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها، حطي ملح، كمون، حطي فلفل، حطي حبهان. البهارات اللي بتريحك في الاكل ضيفيها مع الاكل بتاعك. قلبيه، وطي عليه النار. عندك بقى شوربة، مثلا انت عامله سلقه جنبك لحمه او فراخ او اي حاجه، لما الطماطم تتسبك ولونها يحمر، طبعا ده كله انت بصي خلي بالك القلقاس بدأ في السوا، يعني هو خلاص ما مش عايز وقت كتير. هتبداي بقى تضيفي عليها الشوربه. الشوربه اللي انت برضو بتحبيها. ما عندكيش شوربه ممكن تحطي شوربه كدابه اللي هي بالطماطم والبصل ومكعب ماجي، المهم اللي انت عايزاه. انا بقى احط الشوربه على قد ما انا عايزه، يعني ما انا عايزه الشوربه بتاعته تقيل كتير خفيف.
خلاص القلقاس بتاعنا بقى نص سوا دلوقتي، هنكمله في الشوربة والصلصة لغاية ما يستوي. هدي برضو عليه النار، ما تعملوش على نار عالية، يعني خلي النار بتاعتك وسط وسيبيه. وتعالي نعمل بقى مع بعض الرز حبة وحبة. طبعا الرز ممكن تعملي رز ابيض، بس احنا يعني هما بيحبوه بالرز حبة وحبة، ده بيبقى طعمه حلو. هتاخدي معلقتين او 3 رز، يعني مثلا انت عامله نص كيلو رز، خدي 3-4 معالق من بتوع الاكل. طب لو انت عامله كميه كبيره كيلو او كيلو، خدي بقى ايه، اقل من يعني ربع الكميه بتاعه الرز اللي انت غسلتيها، شوحيها. هتحطي برضو معلقه السمنه بتاعتك او الزيت، وهتبداي بقى تشوحي الرز ده بقى هنشوحه يعني هيحمر، عشان لما نحط الرز التاني وتيجي تضيفي عليه المية بتاعتك وكده ويستوي، يبقى حبة وحبة، حبة حمرا وحبة بيضة. قلبي بقى فيه براحتك. هتدا انك تقلبي فيه طبعا، ما تسيبهوش عشان ما تبقاش واحدة محروقة او واحدة مشعوطة. هتقلبي فيه لغاية ما يحمر معاكي ويديكي اللون اللي انت عايزاه. هو غامق شوية عن كده، بس الاضاءة هي اللي مفتحاه. طبعا كوني غالية مية جنبك، اغليها بقى في براد، في كاتل، في حلة، في اي حاجة جهزيها جنبك. واول ما تبدأي في الرز حطيها تبدأ تغلي. خلاص انا شوحت كده الرز. طبعا قلبي على طول، ما تسيبوش وانتي بتشوحيه، وبالذات لما يبدأ يحمر كده عشان يبقى مظبوط معاكي. هتحطي بقى كمية الرز وقلبيه تشويحتين. قلبيه بقى معاكي تشويحتين. وطبعا المية سخنة، هتجيبيها وتضيفيها عليه، وهتحطي الملح بتاعك. يبقى انت كده بتسوي القلقاس، بيكمل السوا بتاعه وانت بتستغلي الوقت معاكي وبتعملي الرز. هتحطي عليها المية، وهتسيبيه برضو لغاية ما يشرب المية بتاعته عادي. وبعد كده هتوطي عليه النار زي ما بتعملي الرز الابيض بقى. خلاص انت كده، هي كانت الفكرة في الاول ان انت تحمري شوية رز. انا هحط المية المظبوطة على حسب الرز بتاعي بياخد مية كتير ولا مية قليلة. هسيبه يشرب المية دي، ومجرد ما يشرب هوطي عليه النار، هديها، واحط مثلا شياطة ولا حاجة عشان ما يتلسعش مني. وبعد ما اخلص هغرفهم في اطباق التقديم. حطي بقى معاهم شوية مخلل ولا حاجة. وبالهنا والشفا. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس. والسلام عليكم.